كأس العالم قطر 2022 كل عربي يكون فخور بدولة قطر. شفنا التنظيم الرائع والأداء المتميز من دولة قطر في التنظيم وفي الإخراج وفي الأداء. أنا عن نفسي كنت فخور بدولة عربية أول مرة تنظم طبعا كأس العالم. فخر لكل العرب، هنيئا لكل عربي بكأس العالم، وبنتمنى مشاهدة وتشجيع الفرق العربية إن شاء الله. وقبل ما نبدأ كلامنا، يا ريت اللي ما اشتركش في قناة وليد حلمي الأهلاوي يشترك ويفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. شفنا طبعا الافتتاح الجميل، ولكن طبعا عابوا حاجة واحدة بس، منتخب قطر والهزيمة اللي احنا شفناها. منتخب في المتناول للأسف. المفروض كان يبقى فيه أداء أحسن من كده عشان الصورة الحلوة تكمل وكلنا نفرح، ولكن طبعا هي مستويات زي ما احنا عارفين. وكرة القدم في 5-6 منتخبات هم المسيطرين طبعا. وادينا شفنا النهارده قيمة مباراة انجلترا، وشفنا طبعا نتيجة كبيرة ضد ايران بنتيجة 6-1. وطبعا شفنا العبقري اللي كان بيدرب منتخبنا، لا ناقة له ولا جمل في هذه البطولة القوية، وقدر ان هو ينهزم 6 بس. فطبعا ماتش كان جميل جدا، وزي ما احنا شفنا الاداء بيبقى متغير من منتخب لمنتخب. بصراحه ربنا بطوله ممتعه. وشفنا طبعا منتخبنا الشقيق منتخب السعوديه، لكن للاسف الهزيمه جاءت في الدقائق الاخيره من الارجنتين. وشفنا طبعا كوره ميسي الهدف الاولاني، ولغايه الدقيقه 86 كان منتخب الارجنتين متعادل، وللاسف انهزم في اواخر 4 دقائق. ولكن انها كرة القدم، كرة القدم يا سادة ممتعة لجميع المنتخبات وبتوحد الشعوب. وبحيي طبعا قطر، لان قطر منعت حاجات كتير قوي زي ما احنا عارفين. وشفنا الطيارة الفرنسية اللي جاية تحمل علم المصريين، وطبعا منعت قطر دخولها، والا لما اتغير طبعا الشعار دوت. وكذلك حاجات كتير قوي. احنا دوله عربيه ولازم نفخر اللي احنا عرب، وعندنا مبادئ وتقاليد اسردناها للعالم كله، والناس كلها احترمتها احتراما لدوله قطر والدول العربيه. كنا بنتمنى طبعا ان احنا نشارك في كاس العالم، ولكن للاسف منتخبنا طبعا زي ما احنا عارفين بره القصه دي خالص. احنا للاسف متفرجين فقط لا غير. ولكن احنا هنشجع طبعا منتخب تونس ومنتخب المغرب الشقيق، احسن دولتين انا بحبهم على المستوى الشخصي. تونس عشان خاطر علي معلول، وما بيننا طبعا صداقه وحاجات كتير قوي مع تونس الشقيقه، وكذلك المغرب. كل حبايبنا واخواتنا واصحابنا من المغرب الشقيق بنتمنى لهم طبعا اداء يكون كويس، وان شاء الله يقدروا يصعدوا الى ابعد مدى. فان شاء الله كل التوفيق للدول العربيه. انا عن نفسي هشجع اسبانيا من طبعا الدول غير العربيه. كده نخلص موضوع كاس العالم. وطبعا تباعا كل ماتش هنبدا اللي احنا نحلله ونعرضه على حضراتكم. وشفنا حسين لبيب وتصريحاته الجميله اللي بصراحه ربنا بسطتني انا شخصيا. اخيرا اتكلمت يا راجل، اخيرا بعد كل الشتيمه ديت من المر بزياده هتبدا ان انت تتكلم وتدافع عن نفسك وتقول ان مرتضى منصور كل كلامه كذب في كذب. وطبعا كلنا عارفين ان كل كلامه مفبرك ومحطوط بطريقه معينه. للاسف في ناس زملكاويه كتير بتصدق الراجل دوت. طبعا ده الاسد بتاعهم، الاسد بتاعهم ده كذاب. وطبعا طلع واحد من نادي الزمالك نفسه، من اللي ماسك اللجنه الثلاثيه واللجنه الخماسيه، والكابتن حسين لبيب طلع قال ان الراجل ده كذاب في كل حاجه قالها، وان هو في العهد بتاعه ما اداش لممدوح عباس المبلغ او القرض اللي قال عليه مرتضى منصور ان هو دفع في عهد في عهد حسين لبيب. فطبعا بان كذبك ومبان افعالك. والمفروض بعد كل اللي حصل ده يبقى في حاجه بقى تحصل لقناه نادي الزمالك والاكاذيب، وتطاولوا على الناس كلها، تطاولوا على كل رموز نادي الزمالك من بدايه عهد نادي الزمالك الى الان.
تم تناول هذه الاشخاص، ناس طبعا قامه وناس على راسنا من فوق. احنا دايما بنحترم الكبير، ولكل كبير لازم يبقى فيه كبير. فنادي الزمالك فيه عمالقه وفيه ناس كبار، طبعا مش هنقول اسماء لان نادي الزمالك مليء بناس محترمين وناس كويسين، لكن للاسف بعض الزملكاويه وجمهور نادي الزمالك حاسس طبعا ان مفيش اي انجاز لنادي الزمالك في السابق ونادي الزمالك مهمش، فبالتالي لغه الحوار اتغيرت واصبح دلوقتي اللغه هي قله الادب السائده، هي دي اللي موجوده للاسف. فناس كتير برضو زملكاويه بتفهم وعندها مبادئ وعندها اخلاق رافضه هذا السلوك في قناه نادي الزمالك، اللي المفروض كرم جبر وكل قائمين على الدوله المصريه يوقفوا هذا المهزله او هذه المهزله بايقاف قناه نادي الزمالك، او بالاخص ايقاف مرتضى منصور عن الظهور، لان طبعا بتخش بيوتنا الفاظ ما ينفعش اللي احنا نعلمها لنشء او نعلمها لاولادنا. يا جماعه احنا مصر دي كبيره، فما ينفعش هذا المرتضى يطلع علينا كل يوم ويغلط في الناس كلها، ويغلط في الكابتن محمود الخطيب، ويغلط في اساطير كره القدم في مصر. محمود الخطيب اسطوره كبيره طبعا الناس كلها تفهم هذا، لكن انت تتهمه بالسرقه ويطلع راجل ما فيش اي حاجه، وكل شويه سب وقصف في جميع الناس. يا جماعه عيب، لازم يبقى في تدخل يوقفوا هذه المهزله، والا الجيل الجديد اللي احنا بنحاول اللي احنا نخليه جيل محترم هيطلع بنفس الالفاظ ديت وبنفس التصرفات اللي انت تاخد حقك بقله الادب والشتيمه. لا، ما ينفعش يا جماعه، احنا دوله مؤسسات، فبالتالي لازم انا لما يكون في مظلمه لشخص معين باخد حقي بالقانون، واحنا دوله قانون ومؤسسات، فما ينفعش الكلام ده، وكفايه خلاص. بان كدبك يا مرتضى المنصور، والناس كلها عارفه اللي انت بتكذب وبتقول اي حاجه، والراجل ده ليه فلوس وانت نصب عليه فيها. فاحنا بنقول لك مش رجع ساعات يا خطيب، لا، رجع القرض بتاع ممدوح عباس يا مرتضى المنصور، لان ده اسمه نصب، فما ينفعش. فعشان كده اتحجز على اموال نادي الزمالك اللي انت كنت بتقول ان هي نص مليار دولار او نص مليار جنيه تقريبا. فاذا انت عندك فلوس وبتجيب صفقات، ولغايه دلوقتي بتجيب صفقات، وجبت 5-6 صفقات بعد حتى ما تم الحجز على اموال نادي الزمالك. اذا فلوس نادي الزمالك منين واين ولماذا بتطلع في اوقات معينه، وبتتاجر دايما بالغلابه عاملين نادي الزمالك اللي انت قبضتهم وكأن ده عطف منك؟ لا، ده حقهم يا باشا، ونادي الزمالك فيه فلوس بدليل ان انت بتجيب صفقات. تمام، ادي الراجل فلوسه ماشي، والراجل ده ليه مبلغ مش كبير قوي بالنسبه لنادي الزمالك، ونادي الزمالك انت بتقول فيه دخل وفيه رعايه وفيه فلوس كتير. طب ادي الراجل حقه وقبض الناس ومشي السفينه، لكن احنا عارفين ان كل ده كذب، ونادي الزمالك مفلس، ونادي الزمالك كان فيه لعيبه كتير رفع عليه قضيه ان هو ما بيديش الناس حقها. فبالتالي بقول لمريم مصطفى في كره اليد، وبقابليني لو خدت جنيه من نادي الزمالك، نادي الزمالك مفلس، ونادي الزمالك دائما بيدفع اول قسط وبعد كده شكرا زي ما انتم عارفين. لكن النادي الاهلي كبير وشفنا الرعايه عامله ازاي، ومفيش حد عايز من النادي الاهلي جنيه، سواء ضرائب، تامينات، اي حاجه. النادي الاهلي دائما في المقدمه، لان النادي الاهلي بيعلم الناس يعني ايه مبادئ واخلاق ورياضه. فهنيئا لكل اهلاوي بهذا الصرح العظيم نادي الاهلي بقياده طبعا كابتننا وكابتن مصر والاسطوره كابتن محمود الخطيب الراجل الخلوق. فانا مش هطول عليكم اكتر من كده، يا ريت تتابعوني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه وتغطيه لكاس العالم، وبرده هنشوف نادي الاهلي اخباره ايه. طبعا احنا عارفين في ماتش في الكاس قريب مع المقاولين، ونادي الزمالك برده هيلعب في الكاس مع النادي المصري. فبتمنى كره القدم في مصر تنهض بعيدا عن هذا المرتضى، عشان نشوف مصرنا الحبيبه في كاس العالم ان شاء الله اللي جايه. اشوفكم على خير، مش هطول عليكم اكتر من كده. يا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي واشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.